بتدخل حوالي 60 مليون في السنة الواحدة من زراعة البطاطس. عنده 3000 فدان كلها مزروعة بطاطس، ومع ارتفاع الأسعار بقت في حتة تانية خالص ومعروفة بجمهورية البطاطس، وده لأنها أرض خصبة ومن أكبر قرى الجمهورية في زراعة البطاطس. إنتاجها بيتصدر للدول الأوروبية، والفدان فيها بينتج 20 طن وإيجاره بيوصل ل50 ألف جنيه، والبطاطس بتعتبر المحصول الأساسي لأهالي القرية. وعشان تعرف إيه القرية اللي بنتكلم عليها وإيه حكايتها مع البطاطس، خليك معانا في الفيديو ده. فرحة كبيرة بيفرحها أهالي قرية نجل العنب وقت محصول حصاد البطاطس. القرية هي من أشهر القرى في زراعة البطاطس في محافظة البحيرة اللي موجودة على ضفاف نهر النيل فرع رشيد. القرية دي عبارة عن لوحة ريفية متزينة بحقول البطاطس الخضراء، وليها قصة كفاح على مدار ال50 سنة اللي فاتوا. ومع شروق الشمس كل يوم بيطلع أهالي القرية دي على حقولهم عشان يزرعوا بذور البطاطس اللي وارثينها أبا عن جد، بس بيطوروا أساليبهم في الزراعة عشان يزودوا الإنتاج ويحسنوا من جودته. فضلوا بقى يطوروا ويحسنوا في الإنتاج لحد ما صيت القرية لمع وسمع عالميا، وبقى معروف للأوروبيين بسبب البطاطس وجمالها اللي بيزرعوها، وبقت من أشهر القرى في زراعة البطاطس في مصر وبجودة عالية كمان، يعني محدش قدهم. عشان مساحة القرية دي حوالي 3000 فدان بس، المزارعين في القرية بدأوا يدوروا على أراضي جديدة في القرى والمحافظات اللي جنبهم عشان يزودوا من زراعة محصول البطاطس، عشان ده المحصول الاستراتيجي للقرية اللي بيميز المزارع. طيب يا ترى بقى بيزرعوا البطاطس ازاي؟ مبدئيا كده المساحة اللي بيتزرع فيها البطاطس دي من القرية حوالي 3000 فدان. البطاطس بتتزرع في 3 عروات، هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية، لكن القرية معروفة بزراعة العروة الشتوية عشان إنتاجها بيكون كتير. وصل إنتاجها في الموسم ده بس ما بين 15 ل 20 طن للفدان الواحد. بيبدأ بقى زراعة المحصول في شهر 12 من كل سنة، وقبل ما يزرعوا بيغرقوا الأرض بالمية وبيسمدوها بالسماد البلدي، ووقت الحصاد بقى بيكون في شهر إبريل. الحاج نبيل المزارع بقى قال لجريدة أخبار اليوم إن أهل القرية بيشتغلوا في زراعة وتجارة البطاطس، ودي مهنة ورثوها من أجدادهم من سنين طويلة. قال كمان إن اتغيرت العروة الشتوية، فالقرية مشهورة بزراعة العروة الصيفية وزراعة الفدان منها بيتكلف حوالي 150 ألف جنيه ما بين 8 تقاوي وتجهيز وتكاليف زراعة وحصاد البطاطس. تمن النقاوي دي بقى وصل لوحده ل 120 ألف جنيه للطن الواحد، بعد ما كان السنة اللي فاتت ب 25 ألف جنيه بس. وعشان كده طالب الحاج نبيل المسؤولين في وزارة الزراعة ببيع التقاوي في الجمعيات الزراعية عشان أصحاب محطات التصدير ما ياخدوهاش احتكار ويتحكموا في السوق. طيب بعد الحصاد بقى بيحصل ايه؟ بعد الحصاد بيخزنوا البطاطس ويحطوها تحت القش من شهر ل4 شهور تحت أشعة الشمس، وفي الوقت ده القرية بتعيش في موسم الأفراح اللي هو موسم الحصاد، عشان مفيش بيت في القرية إلا وهتلاقي فيه حد بيشتغل في البطاطس. ده غير إن أهالي القرية بيستنوا كل سنة بفارغ الصبر موسم حصاد وزراعة البطاطس ده، عشان محصول البطاطس بيعتبر ثروة زراعية لأهالي القرية وبيوفر لهم فرص شغل كتير، سواء بقى في موسم الزراعة اللي بيبدأ في شهر ديسمبر وبيخلص في يناير، أو موسم الحصاد اللي بيبدأ في إبريل ويفضل لحد آخر مايو. حجم الأراضي المزروعة بالبطاطس في القرية دي حوالي 3000 فدان، الفدان منهم بينتج 20 طن وإيجاره بيوصل ل50 ألف جنيه.